بص يا اخويا، انا جاي اقول لك كلمتين وانا حالي من حالك، يعني ما اختلفناش عن بعض كتير. انا برضو مزنوق، انا برضو ورايا امتحان كمان حرفيا 4 ايام. انا برضو في حاجات في المنهج ما فتحتهاش، انا عارف اتصرف ازاي عشان انا مريت بالموقف ده قبل كده. فانا هقول لك انا عملت ايه قبل كده. في يوم من الايام يا سيدي، السنة اللي فاتت انا كنت في مديول صعب بيتكلم عن المخ والاعصاب، وطبعا محتاج ألم كم كبير جدا، والوقت بتاعي بيبقى قليل لأن أنا باخد الوقت حاجة بسيطة خالص. شهر مثلا بدرس فيه بتاع 200 300 صفحة عادي. أول مرة أدخل على المنهج وهمتحن عليه، وعليه نظري وعملي وكله يعني. وطبعا كأي طالب اتمرقعت في النص وضيعت وقت والكلام ده كله. ولكن جيت في الآخر لما اتزنقت في المديول، أنا جيت وانا بذاكر كده، جبت الامتحانات القديمة بتاع الدكتور. ومش شرط الدكتور بس، جبت الامتحانات القديمة عموما وقعدت احل منها. وانا بحل فيها كانت بترجعني على الحتت المهمة اللي في المنهج بتاعي، خصوصا ان المنهج كبير فانا مش عارف المه كله مرة واحدة. فوانا بذاكر انا في حاجات كنت بهتم بيها هي مش مهمة، وفي حاجات ما اهتمتش بيها طلعت مهمة جدا. ده اللي عرفولي الاسئلة. وقعدت احل لحد حرفيا قبل الامتحان ب3 ساعات. انا بشوف اسئله وبغلط فيها، وبرجع اشوف الاجابه الصح اللي في الكتاب واحلها، وربنا كرمني الحمد لله وجبت في المديول ده يا سيدي امتياز. طيب، في حالتي دلوقتي انا بدرس برضو مديول من المديولات الصعبه دي، وامتحاني اللي بعد 4 ايام ده انا في شباتر والله لسه ما فتحتها من المنهج، وفي امراض يعني كم كبير جدا من المنهج يوصل تقريبا نصه لسه ما اتفتحش. ولكن انا بدأت من 3 ايام ان انا اجيب الامتحانات القديمة. بدأت وانا ماسك الامتحانات القديمة، مش شرط انا مش عارف، والله العظيم فتحت اول امتحان انا حرفيا معرفتش احل فيه غير سؤال واحد بس. والاسئلة كتير، سؤال واحد بس اللي عرفت احله يا مؤمن. عارف انا عملت ايه؟ انا كل سؤال بقيت اشوفه وادور في البي دي اف بتاع الكتاب عن الكلمه اللي في السؤال، واعرف مكانه فين في الكتاب. يعني انا مش حتى مش عارف مكانه فين، واروح اشوف الحته دي مهمه، واقوم جاي حافظها ومذاكرها كويس وفاهمها طبعا، وبعد كده اقوم جاي واخدها وحللها. وهكذا في بقيه الاسئله. تاني امتحان على طول، اقسم بالله ان تاني امتحان على طول كان تقريبا يجي اكتر من تلته او نصه من الامتحان الاولاني. وهكذا كل امتحان لحد النهارده، ولسه قدامي كمان 4 ايام. يعني انا بقول لك كمان، انت شايف 4 ايام قليل، انا بقول لك ان كمان 4 ايام ان شاء الله هكون خلصت كم اكبر باذن الله. عارف ليه؟ ان انا كل يوم بذاكر، انا مش راكن المنهج. انا مش راكن المنهج، انا كل يوم بذاكر، واللي انا بذاكره كل يوم مخصص ساعتين انا لازم احل فيهم، لازم احل فيهم. وبشوف الأسئلة الجديدة اللي بتقابلني وأروح أجيب الحتة بتاعتها من المنهج، وماشي في المنهج عادي. لحد إمتى؟ لحد ما وقت الامتحان ما يجي. تمام. الامتحان جه وأنا مخلص تلتين المنهج كويس، وأنا مخلص المنهج كله اللهم بارك. وأنا مخلص المنهج ومراجع عليه مرة، يا سلام عسل. طيب يا عم، أنا مخلص نص المنهج بس، مش أحسن ما أخش من غير المنهج خالص؟ مش أحسن ما أخش وأنا معايا ربعه؟ لأ، أخش وأنا معايا نص. قدرتي ان انا اوصل لكذا كذا في المية من المنهج. انت طول ما الامتحان لسه مش بكرة، طول ما الامتحان ما بقاش عليك، انت ما دخلتش الامتحان لسه في فرصة ولسه في وقت. لما قرأت التعليقات بتاعتكم يا شباب، لقيت ان انتوا في ناس كتير قوي اللي لسه ما بدأش في شباتر معينة، او اللي لسه مش فاهم شباتر معينة، وفي ناس لسه بدأتش المنهج خالص. طب بقول لك ايه، ما احنا عايزين نلم الموضوع ده. يعني ما انا ماشي، انت بتقول الكلام ده بس انا مش عايزك تقعد تعيط، انا عايزك تقعد تركز. انت دلوقتي هتجيب الاسئله وهتجيب الشرح وهتجيب الكتاب. الشرح اللي انت هتجيبه دوت يا حبيبي، انجز نفسك، هات مراجعات نهائيه بحيث انها تلم لك كم كبير. فاهم؟ يعني ما تقعدش بقى تدق. انا عايزك تجيب مراجعه نهائيه، مراجعه نهائيه، وتمسك الكتاب قدامك، خلص المراجعه وليكن 3 4 5 ساعات على الباب الاول، على الباب التاني، على الباب التالت، على نص المنهج، على المنهج كله. اول ما انت اسمع المراجعه، اقعد كده وافتح الفيديو قدامك واسمع المراجعه. سمعت المراجعه، امسك كتابك واقرأ. اقرأ الجزء ده، والكلام بالعربي، بالعربي ها. يعني اقرأ الكلام بسرعة.
اقرأه يا عم، وانت مش كنت في المحاضرة يعني فهمته ان شاء الله وقرأته مرة، وهات الأسئلة وحل عليه. بس انا مش طالب منك اكتر من كده، هات كتاب الأسئلة وحل. طيب انا معرفتش تحل يا عم، افتح بقى، افتح فيديو اللي الدكتور حل فيه ولا المدرس حل فيه وحل. وحل زي ما هو بيحل، حل زي ما هو بيحل مرة، والامتحان اللي بعده حله انت لوحدك. تمام، اتعلم انك تشغل دماغك في انك تجيب تفهم السؤال وتتمعن فيه وتجيب اجابته، وتحلها امتحان ورا التاني ورا التالت، هتلاقي نفسك عرفت الحاجات المهمة في الباب اللي اتشرح لك. تمام، انا بكلم انت فاهم انا بكلم مين؟ انا بكلم واحد الدنيا واقعة منه، فاحنا عايزين نلم الدنيا. فاهم؟ عارف بالطريقة ديت، بالطريقة دي 20% بس من المنهج انت اللي انت هتعرفهم عن طريق الأسئلة هيترتب عليهم 80% من الامتحان. يعني هتجيب مجموع كبير، ان شاء الله هتجيب مجموع كبير لما تحل أسئلة كتير، لما تعرف الحاجات المهمة اللي في المنهج، لما تسمع المراجعات وتقرأ المنهج. انا بقولك اقرأه دلوقتي، عارف ليه؟ لما تقرأه انت هتقرأه مرة، ومن الأسئلة هيوديك على الحتت المهمة اللي هيخليك تحفظها. ما انت لما تروح على الحتت المهمة ما تنقلش الإجابة وخلاص، انت هتحفظها بقى، هتلاقي نفسك حفظت الحاجات المهمة أوي في المنهج، أساسيات المنهج، والحاجات اللي مش مهمة أوي انت قرأتها وعرفتها، فهتكون لميت أكبر كم. ده يا شباب اللي أنا بعمله دلوقتي، وده اللي المفروض اللي انت تعمله دلوقتي عشان إن شاء الله تحقق نتيجتك. فعافر لحد آخر لحظة، لحد آخر لحظة. أنا بقولك إن أنا في آخر ساعتين من الامتحان انا كنت لسه في اسئله مش عارفها وفي حاجات مش عارفها والكلام ده كله، ولما دخلت وحليت الحمد لله جبت امتياز. فانت كمان تقدر ان شاء الله تجيب مجموع كبير وتحقق اللي انت عايزه باذن الله. بس ما تقعدش تضيع وقتك في فكرة انك عمال تشتكي على قناة فلان وقناة علان والدكتور كذا والمهندس كذا وبتاع. ما تقعدش تعمل كده، ما تقعدش تضيع وقتك، ما تقعدش تضيع وقتك. انت شوف المراجعة واسمعها وحل. ضيع وقتك في ان انت بس بتسمع وتحل، بتسمع وتقرأ وتحل بس، ما تعملش حاجة تانية. انا لسه مخلص مذاكرة من ساعة قبل الفجر، وانا بسجلك دلوقتي الساعة 5 الصبح ولا 6 الصبح، 5 الصبح. فانا عايزك يعني تبقى حريص على وقتك، ما تضيعهوش، ما تضيعش وقتك، اقعد حل وذاكر ولحد ما تخلص الامتحانات وبس يا سيدي، والنتيجة بتاع ربنا مش بتاعتك. فما تشغلش بالك كتير باللي بدأ واللي ما بدأش، وما تندمش نفسك على اللي فات. هو اللي فات فات خلاص، واتمرقعنا يا عم وخلاص، خلصنا. هو القدر ومكتوب وده اللي حصل، هنعمل ايه؟ بس انا قلت لك تعمل ايه وبس. ومستنيك والله تيجي تفرحني ان شاء الله. انا بفرح جدا لما حد منكم يحقق اللي هو عايزه. وما تنساش على فكرة احنا بنذاكر سوا، لو عايز تبقى تذاكر معانا في القناة بتاع المذاكرة يعني. يلا يا سيدي اشوف وشك على خير، سلام.